اخواتي بقى صلوا كده على النبي قبل ما نبدا الحلقه، ما تنسوش كده تصلوا على النبي. انا احمد الشناوي، اللي مشتركش في القناه يا ريت تشتركوا بسرعه. الوقت اتطلب مني 4 حمص الشام. تعالوا كده موريكم بيتعملوا ازاي في البيت. اول حاجه من الحمص وسلقناه، وهننزل كده في القرافين اللي قدامكم دول اللي هم كنكتين. هننزل بكوبايتين مليانين من الحمص، يعني بمعيار الكوبايه اللي عندنا في البيت. بعد كده هنقوم حاطين الصلصه. هنحط على كل كوبايه معلقه صلصه من المعلقه الصغيره اللي انتوا شايفينها دي. تمام، حطينا كده 4 معالق صلصه. وهنحط في كل كنكه معلقتين من الملح او 3 معالق من الملح، يعني الملح حسب الرغبه يعني. ممكن نكتر وممكن ما نكترش. وهننزل بنص معلقه من الفلفل، ونص معلقه من الفلفل برضو في الكنكه التانية، ونص معلقه كمون، ونص معلقه من الكمون في الكنكه التانية. ولو عاوزين نكتر البهارات مش مشكله خالص، بس المعيار ده هو المعيار الصح اللي احنا نشتغل بيه في البيت. وبعد كده نقوم نازلين بقى بالميه السخنه، وهنروح نسخنهم على مكنه البخار في البيت. هنسخنهم على البوتاجاز، تكون نار هاديه شويه. يعني لو عاوزين نحط، يعني مثلا نزود ميه سخنه في الكنكه، نسخن ميه في الكتل ونحط في الكنكه، ماشي. مش عايزين ممكن نحط ميه عاديه من الحنفيه بارده ونسيبه يسخن مع نفسه. تمام، بعد ما سخنوا الاتنين كده هنقوم نازلين بقى كده بالحمص زي ما انتوا شايفين اهو. طبعا ريحته حاجه كده عظمه، والطعم عظمه. هنحط في ال4 كوبايات حمص الشام، وهنكون مجهزين الليمون بتاعنا. والليمون اهم حاجه في الحمص. وطبعا صوص الحمص اللي نازل دوت هو يعني الاساسي. طبعا الطعم والريحه والجمال كله في الصوص ده. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وبس خلاص.